السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صباحكم زي الفل، صباحكم مليان خير وبركة ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا عندنا فردة حمام او نتاية حمام فردة. اللهم صل على النبي. الدكر بتاع حمام الحمد لله، بارك الله فيما رزق. الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فانا جبت لها دكر من عند الناس هنا، انا عارفاهم تجار. حاجتهم بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي، معروفه يعني. ولو في حاجه برجح لهم تاني وبياخدوه عادي. اشتريت لها دكر وحطيته معاها في التقفيصه ولفه، وبقوا دكر وانتهوا وهيشتغلوا ان شاء الله مع بعض. والدكر طبعا ما يعرفش المكان بتاعنا ومش حافظه، واحنا الحمام بتاعنا زي ما انتم شايفين ايه مسيباه بيطلع ويدخل كده. فانا لو حطيته مع النتايه في الاوضه هيمشي ويسيبنا، لان هو لسه ما حفظش مكاننا ولسه مش عارف المكان بتاعنا. هيمشي ويروح ايه المكان بتاعه اللي هو جاي منه. فانا عشان يحفظ مكانه ويتني هنا بقى على طول عندنا. اللهم صل على النبي. زي ما انتم شايفين كده اهو الدكر اهو، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اهو. جبته طبعا، لزقت الجناحه بتاعته زي ما انتم شايفين كده. خدت كل 4 رشات من اول جناح ولزقتهم ايه باللزق كده ماشي. وهتلاقوا بقى في الارضيه كده اهو زي ما انتم شايفين كده. يطلع ويدخل من الباب الاوضه كده، هفتح له الباب يطلع ويدخل على ما يحفظ السطح ويحفظ المكان ويتعود على المكان. هبقى احل اللزق بقدره ربنا وعظمته ان الحمام بيحفظ المكان، ولو حفظ مكانه ما بيسيبهوش ومشي ابدا. وعشان تغوي المكان يحفظ مكانه، عشان عفوا يا حبايبي، عشان تغوي الحمام يحفظ مكانه وما يسيبهوش ابدا، تحطي معلقتين سكر في الميه. الحمام بيحب الميه مسكره، اللي عايزه تسيب حمامها تحط له شويه سكر في الميه. اول ما بيشرب الحمام سكر بميه مسكره من مكان ما بيسيبهوش ابدا. حتى لو حمام غريب وجالك وشرب من الميه بتاعتك المسكره بيرجع يجي تاني عندك، ما بيسيبكيش. الحمام بيحب الميه المسكره. وطبعا انا مرضتش اقص الجناح الريش بتاعه عشان ما اعجزهوش، عشان لو قصيت الريش بتاعه هعجزه وانا مش عايزه اعجزه عشان يشتغل على طول. طبعا انا لما بطلق حمام من بتاعنا الزغاليل، الاب والام بيعودوه يطلع ويدخل، هما اللي بيعودوه يسرع. لكن لما بجيب حاجه من بره بشتريها زي ما انتم شايفينها كده بعمل كده. وبعد كده لما بيتعود على المكان ويطلع ويدخل بشوفه اتعود على المكان بفك اللزق، او هو بيفك لوحده بحنكه كده، بتني يجلح فيه بحنكه لحد ما يفك. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والله العظيم ان اي معلومه بقولها بجد بقولها عن مصداقيه، وبقولها معلومه صريحه، وانا مجرباها اكتر من مره. انتوا بتشاهدوا الفيديو وبيجيله مشاهدات ياما، بس ما حدش بيحط لي اللايك. بالله عليكم تحطوا لي اللايك وصلوا على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بالله عليكم صلوا على سيدنا رسول الله وتحطوا اللايك. والسلام عليكم ورحمه الله.